دينا الشربيني خطفت كريم محمود عبد العزيز. الحكاية اللي مولعة في السوشيال ميديا، بيت اتهد، 3 بنات اتدمروا، وجواز بقاله سنين طويلة انتهى فجأة. الناس كلها بتقول إن السبب دينا الشربيني. هي فعلا دخلت بين كريم ومراته، ولا دي صدفة وصداقة فنية؟ تعالوا نحكي الحكاية من الأول. كريم محمود عبد العزيز متجوز آنير رفاعي بقالهم سنين، عندهم 3 بنات وحياة مستقرة، لحد ما ظهر اسم دينا الشربيني في الصورة مع كريم. ده مش فيلم واحد، فيلمين ورا بعض، تصوير طويل وسفر وكواليس وضحك وهزار وانسجام واضح قدام الكاميرا. الجمهور وقتها قال العلاقة دي مش هتخلص على خير. الجمهور رجع لفيديو قديم لدينا ولقوها بتقول فيه مفيش واحدة بتاخد راجل، الراجل بيجي لوحده. لا هو بمزاجه طبعا، مفيش حد بيجي لوحده. كده فهمنا دماغك يا فنانة، وعرفنا ازاي بترتبي أولوياتك. نيجي بقى للفيلم اللي عملوه سوا. فيلم طلقني كأنه هو بداية انهيار بيت كريم. اسم الفيلم نفسه استفزاز، وتوقيت عرض الفيلم كان قريب جدا من خبر الطلاق. وبعد كده الفنان كريم قالها صريحة، الطلاق شرع ربنا، أكن الأم بناتي كل الاحترام والتقدير، مهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوه. حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه أبدا إن في حد فينا يعيبه شيء، لكن في علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتب لها كده، وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين. أكيد ما كنتش أحب أوصل للحل ده، لكن إرادة ربنا، ومفيش أي شخص جت سيرته مؤخرا كان سبب في الانفصال. وما كنتش أفضل تماما أتكلم عن حياتي الشخصية احتراما لكل الأطراف، لكن تقديرا للجمهور اللي يهمه أمري وجب التوضيح. البيوت أسرار. وفي أول تعليق ليها على حسابها في انستجرام كتبت آنير رفاعي: الحمد لله على كل شيء، التزمت الصمت كتير حفاظا على بيتي وأسرتي، على أساس يعني البيوت أسرار. تم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري على الانستجرام بعد 14 سنة جواز، بدون ورقة طلاق أو اختار من مأذون. شكرا على التقدير والاحترام، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولما الناس سمعت الكلمتين دول استغربوا، امال زعلت من الفنان محمود عبد العزيز لما اتجوز بوسي شلبي ليه؟ هنسيب لكم لينك الحلقة اللي اتكلمنا فيها على الموضوع ده زمان. وبعدها يا اخوانا حنفية تعليقات من الجمهور والفنانين. بسمة وهبة قالت وقلبها محروق: يا آن، انت اللي كنت واقفة جنبه في كل أزمة، ودلوقتي هو اللي وقف معاكي. انت أم بناته وأقوى واحدة في الدنيا. اللي يسيب اللي وقف معاه في الشدة ما يستاهلش اللي جاي. كل الدعم ليك يا قمر، والبنات دول هيعرفوا قيمة أمهم دايما. وبعدها مي عمر: انت الحب الأول يا آن، والسند الحقيقي اللي كان موجود في كل خطوة من حياته. انت اللي شفت البدايات واللي حضرت النجاح، وأم بناته والظهر اللي بيرجع له والبيت اللي بيتفتح له مهما حصل. انت الحنية والقوة في نفس الوقت، تستاهلي كل الخير اللي جاي يا آن، ولسه قدامك حياة أجمل وأحلى بإذن الله. أيتن عامر بقى دخلت الجدل بطريقة غير مباشرة من خلال إعادة نشر مقطع من أغنيتها الشهيرة خطفت الرجالة، والأغنية دي بتتكلم عن فكرة خطف الرجالة، وأيتن علقت عليها مفيش راجل بيتخطف. التعليق ده اعتبر الجمهور تلميح واضح لشائعات دينا الشربيني إنها خطفت كريم، وزي كلمة مفيش واحدة بتسرق راجل هو بيجي بمزاجه. الفيديو عمل ملايين المشاهدات في ساعات، وبقى فيه نقاش حوالين مسؤولية الراجل، هو بيتخطف بمزاجه ولا يا عيني بيتخطف غصب عنه؟ وبعدها روبي دخلت في الموضوع وقالت: يا جماعة أنا ماليش دعوة بالمشاكل العائلية، طلوعي مع دينا كان شغل وبس، مفيش أي خلاف ولا أنا طرف في أي قصص شخصية. اللي بيحبني يعرف إن عمري ما دخلت في حياة حد. وفي نهاية حلقتنا إحنا مش بنقول مين صح ومين غلط، ولا بنحكم على نوايا الناس، لكن اللي واضح قدام الكل إن في بيت اتأذى وفي أطفال اتجرحت. المهم مش هنتكلم في تفاصيل أكتر من كده عشان إحنا مش بنحب النميمة، وتقريبا إحنا قلنا كل التفاصيل وبس كده. لو أنت شايف اللي حصل ده ظلم اكتب في الكومنتات، ولو شايف غير كده اكتب لنا رأيك، وما تنسوش لايك وشير واشتراك علشان حلقاتنا اللي جاية أقوى. شكرا ويلا سلام.